السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. أصدقاء قناة إيمان في بلاد الأمريكان، أهلا وسهلا بيكم. الأصدقاء المستدامين اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات بتاعتي، حتى لو بلايك وتعليق أو اشتراك في القناة. انتوا عارفين الكلام ده بيساعدني كتير جدا ان القناه بتاعتي تكبر وتوصل للناس. الناس اللي معايا النهارده، انت اول مره تشوف الفيديو ده وانت في قناه ايمان في بلاد الامريكان. انا اسمي ايمان عبدول، انا مهاجره مصريه لامريكا من اكتر من 23 سنه. انا بشتغل وسيط عقاري وبشتغل في السيلز، في الان بشتغل او حاليا الايام دي حاليا بشتغل في سيلز السيارات. انا هنا في الشركه بتاعت السيارات اللي انا بشتغل فيها النهارده، ودي اللانج روم. مش عارفه اذا بنها لكم، دي زي اللي هي زي اللانش روم كده، ده تي في متعلق. اتفرجت النهارده على ماتش الارجنتين وفرنسا، وفرحانه ان الارجنتين كسبت. عايزه اقول لكم برضو ان انا بيج فان اوف كره القدم، ولو ان هنا في امريكا معظم الناس، حتى النهارده الشغل عندنا زحمه، انا بس كنت في اللانش تايم وهنزل تاني دلوقتي اشوف شغلي. هنا الناس امريكا، انتوا عارفين امريكا عندهم الامريكان فوتبول، فمش ناس كتير قوي على فكره متابعه اللي هو المونديال او الكاس العالم. انا ولادي، انا بنتي الكبيره على فكره كانت اللي هي كابتن فريق كره القدم بتاعت البنات، وهي ما كانت في ثانوي وفي جامعه، لسه مخلصه جامعه السنه دي. وابني برضو بيحب كره القدم جدا. اخدتهم من حوالي 6 سنين لحاجه اللي بتعمل كل، مش فاكره اللي بتعمل كل قد ايه، سنتين تقريبا، الكوبا امريكا. اللي هو كان النهائي ده، كان الارجنتين بتلعب مع تشيلي، وكان ميسي بيلعب، كان لايف جيم حقيقي، كان جو حلو جدا بتاع كره القدم. انا بحب اللعبه دي جدا جدا، رغم ان عندي تحفظات على ميسي وافعاله يعني ومواقفه السياسيه، لكن فريق الارجنتين من الفرق الحلوه جدا اللي انا بحبها، وطبعا البرازيل. فانا يعني انا مش فريق معين مثلا او لاعبين معينين انا بفضلهم، لكن بحب اتفرج على الجيم الحلوه اللي بيكون فيها مجهود من الطرفين. وطبعا مبسوطه جدا بالاداء بتاع المغرب، وما بقولش ان هم خسروا، هم كده يعني وصلوا لحاجه حلوه جدا يعني، وكناش نحلم بيها احنا الدول العربيه. والتنظيم بتاع قطر للمونديال كان حلو جدا، دي حاجات عملت لي سعاده جامده جدا. ساعات انت بتلاقي حاجات صغيره في الحياه رغم ضغوط الحياه والشغل والمصاريف وغلاء المعيشه والحاله الاقتصاديه، بس محتاجين حاجات صغيره تفرحنا كده، حاجات نكون بنحبها. وحلو جدا ان احنا ندور على حاجه بنحبها ونفضل متمسكين فيها وبيها عشان نفضل عايشين ونفضل مكملين. ادي الرجاله من موضوع كره القدم اللي بيحبوها، ويا ريت تديك حافز ان انت تكون رياضي وتهتم بصحتك وتبطل تدخين وتلعب رياضه وتنزل وزنك. الحاجات دي حلوه جدا، مش بس تتفرج وبس. زي الستات بتحب مثلا الطبخ وتتفرج على فيديوهات الطبخ، فمش تكوني بس بتتفرجي وهم نفس المكرونه والتشيكن باني تعمليها اللي معذبه عيالك وجوزك بيها. يعني الحاجه اللي بنتفرج عليها نستعملها في تطبيقاتنا، او اللي مهتمين بالفاشن وبيتفرجوا على الموضه والفاشن، ننزل وزننا ونحاول نلبس الحاجات الحلوه اللي بتعجبنا، يعني مش نشوف كل ده ونضيع وقت فيه ساعات طويله ونرجع نعمل حاجه تانية، سواء رجاله او ستات. ده هيقودني للموضوع اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيه، اللي هو كنت عايزه اتكلم فيه، اللي هو سلبيات الحياه في امريكا. تخيلوا قد ايه الموضوع سهل، وقد ايه واحده زي طبعا في السنين الطويله دي واتعاملت، مش انا واحده قاعده في البيت، او زي مثلا في رجاله كتير بتسافر امريكا وحياتهم محدوده جدا، هو نفس الوظيفه اللي بيعملوها وعدد الناس اللي بيشوفوه، الاماكن اللي بيروحوها، مش عارفين حاجه عن الامريكان وعن طباعهم وعن حياتهم وعن عاداتهم وتقاليدهم وبيوتهم وتركيبه الحياه الاجتماعيه بتاعتهم. فانا بالعكس، انا شغلة العقارات دي والسيلز في كل الحاجات اللي انا عملتها، جولري وفاشن وسيارات زائد العقارات، خلتني حقيقي داخله في حياه الناس وعارف حاجات كتير قوي عن الامريكان وعن جاليات تانية من دول تانية موجوده هنا. لما نيجي قد ايه المدخل اللي انا بقوله ده عشان ابين لكم قد ايه الموضوع، اكتشفت انه صعب جدا. يعني انا ممكن ارص لكم اقول لكم 10 اسباب او 10 سلبيات الحياه في امريكا، واعمل لكم فيديو تاني اقول لكم 10 ايجابيات الحياه في امريكا، عشان طبعا التريكه بتاعت تفضل معايا لحد اخر الفيديو، اللي هو بيقول لك 10 حاجات او 6 حاجات، وخلي بالك اخر واحده فيهم هي الاهم والحاجات دي كده. طبعا اللي متابعين قناتي عارفين انا ما بستعملش الحاجات دي كلها خالص، وحتى ما بدخلش على جروبات اعمل فيها زي ما احنا بنقول اشير فيها الفيديوهات بتاعتي، او ان انا ما عنديش حتى انستجرام او اكتف على الفيسبوك او الكلام ده، لان انا بحاول على قد ما اقدر، على قد وقتي المتاح، اللي هيقدر يوصل لي اهلا وسهلا بيه او بيها. وبعدين فيما بعد انا هبدا اشتغل على قناتي وابقى متفاعله اكتر واكبرها. بس كل اهمي دلوقتي ان يبقى عندكم ارشيف الفيديوهات اللي انا عملتها، حوالي اكتر من 80 فيديو في اي موضوع، اي حد عايز حاجه، الوظائف، السكن، العمل، السفر، الهجره، مش عارف ايه، الاستثمار، يدخل يلاقي على الاقل مرجع لحد ما القناه دي توصل لناس ثانيه.
فسلبيات الحياه في امريكا، انا اكتشفت ان انا عشان اعمل فيديو زي ده، وممكن اقول لكم على 300 حاجه يعني، هي بترجع للشخص نفسه. يعني سين غير صاد غير عين. سين هيشوف دي سلبيات، صاد مش هيشوفها سلبيات. يعني ما ينفعش في المطلق نقول سلبيات الحياه في امريكا. ايه بقى الكلام ده؟ انا اقصد بيه ايه؟ يعني انا لما كنت في مصر، يعني مثلا هديكم مثال صغير قوي. والدي الله يرحمه هو كان مهندس، عمل كذا حاجه. كان جزء من نشاط حياته. عمل مثلا عماره اللي فيها شقق بيبيع مرتين او ثلاثه، عمل الحاجات دي، شقق بتتباع. ولما توفى كنا انا واخواتي ماسكين الموضوع ده. فلما كان الناس اللي تيجي تشتري الشقق دي مثلا في العماره، تلاقي الراجل اللي جاي او الشاب اللي جاي معاه باباه واخوه وابن عمه وجوز اخته ومش عارف مين زميله في الشغل. يعني فايه عشان يشتري شقه او عشان يستشيرهم ويتفرجوا يقولوا له رايه. نفس القصه ايه في اللي عايز يتجوز، اللي عايز يخطب. بيوصي ناس. يعني حتى تتفرجوا على الفيديوهات اللي فيها الحاجات بتاعت مصر، مثلا فيديوهات حاجات مثلا مشاكل معينه او مواضيع معينه، تلاقي ايه تساله الراجل، بيساله مثلا المذيع بيساله انت اتجوزت فلانه دي ازاي؟ فبيقول ايه؟ يقول انا لا انا ناس معرفنا عرفوني عليهم، انا اتقدمت لها واهلها وافقوا. يعني مش بيقول هي عجبته او هو عجبها، يعني هو اهم موضوع في الجواز يقول لك انه اتقدم لها وهم وافقوا. يعني انتوا فاهمين ازاي؟ فيا جماعه الناس دي اللي هو بيستشير حد او هو عايز يخلع ايده من مسؤوليه اتخاذ القرار انه يشتري الشقه الفلانيه او ياخد الست او البنت الفلانيه، فهو محتاج ناس تضمن له القرار. يعني عايز عروسه بضمان 2 موظفين مثلا، او عايز شقه الناس عشان ايه لما يحصل مشكله ان هم اللي جابوها له، يعني هم كانوا معايا فيها. يعني الناس بتتربى على انها ما عندهاش القدره على تحمل مسؤوليه او نتائج اختياراتهم او قراراتهم. دي مصيبه عندنا كبيره جدا عشان تكونوا عارفين. انا لاحظتها، ما كنتش واخده بالي منها. انا وانا هناك كنت ببقى واخده بالي اللي جاي هو، يعني هم مين فيكم اللي هيشتري الشقه اصلا، مين اللي جاي يتجوز، يعني فاهم ازاي؟ فيعني انا حياتي ادتني فرصه. انا من وانا في مصر عملت البيزنس بتاعي وانا في سن صغير جدا، فيعني شويه الحاجات دي، بس ما كنتش فاهماها انها فعلا غريبه قوي غير لما جيت هنا لقيت الناس شباب صغيرين بيمشي من ولايه لولايه يدرس في جامعه تانية من سن 18 سنه، متحمل مسؤوليه السكن بتاعه، يدور على السكن الارخص، او هينظف او يطبخ لنفسه، او يروح جامعه تانية او. فالناس حتى بدليل ان الهجره لامريكا متاحه ليك من سن 18 فيما فوق 18 and up. او الحاجات مثلا لما تتفرج على موفي مثلا حاجات معينه بيقول لك ايه 18 بلس، لان 18 دي معناها 18 انت خلاص المفروض شخص مسؤول عن قراراتك وعن حاجه. بالك بقى بتوصل كمان بقى 4 5 سنين تبقى 23 او 25، ده المفروض خلاص بقى. لكن ايه الناس اللي هي لسه مستنيه ناس تساعدها دي، تجيب لها شقه وتجيب لها عروسه وتجيب لها مش عارف ايه. فالشخص اللي كده ده اكيد هيحس بالغربه، ودي هتبقى سلبيه كبيره جدا في حياته في امريكا، انه محتاج ياخد فين ولاد عمه واخواته وجيرانه يروح يشتري عربيه مثلا. فده مش هيلاقي الناس فاضيه له هنا او يعمل الحاجات دي، فده يعني هيتأزم، ده هيتدمر. يعني انا متخيله المنظر يعني. فدي هتبقى سلبيه بالنسبه له. اما الشخص المستقل اللي عنده قدره انه يجمع معلوماته بنفسه ويتعب ويتحمل مسؤوليه قراره، دي مش هتبقى سلبيه للحياه في امريكا. فانا داخله لكم مدخل مختلف تماما عن كل الناس بتتكلم على سلبيات الحياه في امريكا. حاجه تانية برضو الاطفال وتربيه الاطفال والهلهليه اللي موجوده عندنا دي، والحاجات اللي انا اكتشفت انها خطيره ومأساة ومدمره جدا. الناس اللي هو يقول لك ايه ان المجتمع فيه امان او ما فيهوش امان، او فيه هنا مستحيل طفل صغير يمشي في الشارع في امريكا. يعني انا هربط لكم برضو حاجتين ببعض. يعني ممنوع، ده لو البوليس وقفوا ده اهله هيروحوا في داهيه، هيتقبض عليهم. يعني طفل ماشي، احنا عندنا بنبعت عيال صغيره تشتري علبه سجاير مثلا للاب او للام. يا جماعه عيال صغيره، وعيال بتتخطف، وعيال بتتوه، وعيال بتضيع، وعيال تغتصب، وعيال مش عارف ايه. لما شفت حالات وحاجات، ايه اللي احنا فيه ده؟ المفروض الاهالي دول اللي بيتم اعدامهم في ميدان عام. الامهات المستعبطه دي اللي عيل يتسرق منها وعيل يتخطف منها وتبعته لوحده ينزل يروح مش عارف. ده لسه القضيه بتاعت اللي هو الصيدلي ده اللي كلكم طبعا اكيد دي بقت اشهر حاجه في مصر يعني، ولا ما كانتش وصلت لي اليوتيوب نزلها لي يعني. اللي هو الصيدلي دوت. فالست اللي هي ايه، اللي هي امه، فبتقول ايه بصرف النظر عن التعاطف مع القضيه وموضوع القضيه، انا هتكلم في جزئيه تانية خالص يعني، فاهميني ازاي؟ ملهاش دعوه. تقول ايه، والولد صغير يعني ابنه طبعا صعبان عليها جدا، بس الولد بقى جدته بقى اللي هي ام الصيدلي اللي مات بتقول ايه، ده يونس نزل راح في الشارع عند الجيران بقى وعند الناس وبتاع، نزل في الشارع
مش عارفه كان قالت حلويات او كوكيز او برتقان او حاجه، قالت حاجه زي كده، بيوزع رحمه ونور على باباه، يعني بيدي للناس وبتاع. عيل ايه اللي ينزل توديه عند الناس ويودي للناس حاجات وينزل في الشارع ويروح عند الجيران؟ وفي مصر موضوع الاطفال دول كلهم ينزلوا يروحوا عند الناس، وبنت صغيره اتخطفت واتقتلت، كان بنت كبيره عايزه تشتري موبايل، باباها ما رضيش يشتروا لها، فراحت خطفت عيله صغننه خالص وموتتها وسرقت منها الحلق وخبت الحلق عشان تشتري ثمنه موبايل. يعني ايه نسيب عيالنا تلعب في الشارع وتطلع بره والحاجات دي؟ مالناش علاقه خالص بانك في بلد في امريكا او في مصر ان دي امان، يعني لا، مفيش حاجه اسمها امان، مفيش امان في اي حته في الدنيا على اطفالنا. الناس المهمله، الناس السيئه دي كلها، وما بتلاقيش بقى حد يعلق يقول ايه الله يرحم فلان ويعيني على فلان او يذمه في الفعل الجريمه او في البتاع، لكن مفيش حد الى الان الاقي بوست واحد يقول مين الام، يعني مش عايزه اشتم يعني ولا حاجه، انا متعصبه جدا. ايه الناس المهمله اللي تستاهل الشنق دي، سواء اب او ام يهمل في مسؤوليه الحفاظ على سلامه اولاده؟ دي حاجه هنا الناس مسؤوله يا جماعه، الناس شايله المسؤوليه، عنده طفل يبقى مسؤول عنه. انا عايزه اقول لكم ان دي بتحصلش يعني غير نادرا جدا، من غير الحوادث بقى، الاطفال اللي بيموتوا بسبب اهمال الام او بسبب عيل يموت يغرق في بحر او في بتاع. هنا كان صيدلي من دوله عربيه، مش عايزه اقول يعني، حادثه كانت مشهوره جدا من زمان الكلام ده. الام سابت البنت في اللي هو المفروض اللي هو البانيو الصغير ده، تتحط في الباث تاب او في الحوض بنحمي فيه البيبيهات، يعني طبعا الامهات فاهمين الكلام ده. دي مرات صيدلي هنا في امريكا من دوله عربيه، راحت مش عارفه بقى تشوف تعمل ايه، تجيب هدوم للبيبي وسابت البنت طبعا نزلت الميه كلها، غرقت، البيبي غرق. طبعا كانت مساءله قانونيه، ممكن ياخدوا منه بقى بقيه الاطفال التانيين اللي عندهم، دي غير مؤتمنه على طفل مات منها. مش بس ان الطفل مات تبقى هي مصيبتها اللي حصلت لها، لا ده كمان هتشيل مصايب اكتر. هي طبعا الاب ممكن يكون متضامن مع المسؤوليه، او هو لو مش موجود او في شغل او بتاع، خلاص الام دي بتتحاسب هنا، ما بتنفتش كده بالعمله دي، يعني فاهميني ازاي؟ مفيش حاجه اسمها ام تنزل عيال في الشارع يجيبوا حاجه من على من محل بره او ينزل في الشارع يلعب او الكلام ده من غير ما يبقى مع حد، ده مستحيل. او يسيبوا ولاد زي اللي بتلاقي حوادث، قال ايه سابت العيال وراحت تشتري حاجات من بره الشقه ولعت بيهم، مش عارف الكهرباء ايه، العيل في الكهرباء، كل الكوارث دي مش موجوده هنا. واللي مش عارفه مين كان برضو واحده سوريه من المهاجرين اللي هو اللاجئين يعني في المانيا، مش عارف حصل معاها حادثه لحد من ولادها، فالناس بتتكلم تقول ايه الدول الغرب دول ياخدوا منها ولادها ويعملوا، لا لو دي سلبيات انتوا شايفينها، لا دي مش سلبيات خالص، دي ايجابيات، لان الناس تتعلم منها، دي مسؤوليه روح معاكي طفل معاكي، سلامته وامانه، انه ما يتعورش، انه ما يكونش حران او سقعان او بردان او جعان، والاهمال وتروحي تبقي على التليفون ومش عارف مين يعمل ايه، او تخرجي بره او تبعتيه بره في الشارع. فيا جماعه الحياه مسؤوليه، والناس يا اما تبقى مسؤوله انها تفتح بيوت وتربي عيال او تخلف ولاد، او احسن لهم بليز بلاش انتوا يعني، بليز اقعدوا مع نفسكم، يعني بلاش تعملوا كده يعني. فانا دلوقتي بربط لكم الحاجات بتاعت مصر باللي هنا، ازاي هنقول على دي سلبيات، يعني فاهميني اقصد ايه؟ ان الحياه تبقى الناس فينا وزارات وفي زي منظمات مسؤوله عن تبع الدوله، عن يعني مثلا لو في مدرسه طفل بيتغيب، المدرسه بتروح تبلغ، فالمنظمه دي بتروح تشوف الولد ده ما جاش المدرسه ليه اكتر من يوم، اللي حاصل، وبيته بياكل كويس، بينام كويس، بيشوفوا يفتشوا على سريره وبيته واكله وشربه ومكتبه والحاجات دي كلها، عشان تكونوا عارفين. فدي مش سلبيات، دي حاجات كويسه جدا. طبعا في نقط كتيره جدا، انا مش عايزه الفيديو يطول، خلي ده الجزء الاول، وهتكلم بعد كده على الجزء الثاني والجزء الثالث لسلبيات الحياه في امريكا، اللي هي هتكون سلبيات لناس ومش سلبيات لناس ثانيه. يعني الموضوع ده خطير جدا ومهم جدا تفرقوا بينهم، وبحاول ان انا ما اتاخرش عليكم. لو انت مش مشترك في القناه دعم قناتي واشترك، والناس اللي مشتركه اللايك بتاعكم، انا عارفه ان انتوا بتدوا لي كلام حلو جدا في التعليقات، بس اللايك ده على فكره هيساعدني جدا ان انا القناه بتاعتي تكمل وتنتشر وتوصل لناس اكتر. فما تستهونش باللايك ده، اللايك ده بيخلي اليوتيوب ينزل الفيديو لناس ثانيه. ما تنساش شعارنا دايما ابدا من حيث انتهى الاخرون، هتوفر وقت، هتوفر مجهود، وتوفر فلوس، نهاركم سعيد.